ماشي. دلوقتي بتقول غلطة وانا متأكد انك كنت عايز تنتقم مني، بس انا مش هاخد بطاري لان ده شيء مكروه في كوكبنا. شفت بوست من كام يوم على تويتر او خلينا نقول عليه اكس، بيتكلم عن ان بعد ما ناس كتير رجعت تتفرج على سلسله توي ستوري بنظره اعمق، ووصلوا نتيجه ان وودي كان في الصف الصح طول السلسله دي، رغم ان الافلام احيانا بتصوره كانه شخصيه عدائيه او انانيه شويه. بس هل ده حقيقي فعلا؟ فخلينا مع بعض نراجع كل سلسله توي ستوري ونشوف مع بعض كده هل وودي كان صح ولا لا. بقالنا حوالي تقريبا كده 30 سنة وودي الكاوبوي القماشي لعبة أندي المفضلة والقلب الحقيقي سلسلة توي ستوري دايما بيسألنا سؤال واحد: يعني إيه تعمل الصح؟ على مدار الأربع أفلام وودي خد قرارات صح كتير وقرارات تانية كانت بتسيب أسئلة شوية، بس في نفس الوقت وودي بيحب من قلبه، بيضحي، بيقود اللي حواليه، والأهم بيتطور وبيتغير. فالنهاردة هنحاول نجاوب على السؤال الكبير: هل وودي كان فعلا في الصح؟ خلينا بقى نفكك كل قرار مهم وودي اخده في السلسله كلها، الحلو الوحش الملخبط، وكل اختيار بيقول ايه عن شخصيته. وقبل ما نغوص اكتر في التفاصيل ما تنساش بقى لو انت اول مره على القناه تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني. ولا بينا نكمل. نرجع بقى لسنه 1995 لما توي ستوري نزل كاول فيلم انيميشن 3 دي طويل في التاريخ، وبنبدا القصه في اوضه اندي. وقتها وودي هو الملك. وودي هنا هو القائد بدون نقاش، اللعبة المفضلة، مركز الكون بالنسبة لكل اللعب. بس في العالم المثالي ده بتبدأ أول شروخ تظهر، أول رد فعل من وودي تجاه باز يطير. بصراحة ما كانش لطيف قوي. باز يطير دخل جديد، شكله لامع مبهر، بيضرب ليزر وكمان بيطير وهو حارس فضاء. وفجأة أندي بقى بيلعب مع باز بدل وودي، وكل الاهتمام ده راح له. وودي حس وقتها انه اتبدل وبقى خايف وبقى مش شايف نفسه. بس خلينا نكون عادلين، وودي ما كرهش باز من اول نظره، بالعكس كان مبهور بيه. المشكله ان باز مش شايف الحقيقه اللي كل اللاعب شايفاها، انه مجرد لعبه، وده زود احباط وودي اكتر، خصوصا مع ان كل الاضواء بقت على باز يطير. نية وودي ما كانتش شريرة وما كانش عاوز يأذي باز يطير، بس هو كان نفسه كل حاجة ترجع زي ما كانت. بس الخوف ده لوحده مش مبرر اللي حصل بعد كده. بعد فترة مش معروف قد ايه باز يطير بقى لعبة اندي المفضلة. وفي يوم من الايام عيلة اندي كانت رايحة بيتزا بلانيت، وام اندي قالت ليه انه ينفع ياخد لعبة واحدة فقط معاه. ومن غير تفكير اندي كان عارف هيختار مين: باز يطير. وودي لما سمع الكلام ده حاول يوقع باز يطير ورا المكتب علشان اندي يختار وودي بداله، بس اللي حصل ان الخطة كادت انها تقتل باز يطير. ومن غير أي نقاش ده واحد من أسوأ قرارات وودي، قرار أناني ومتهور وطالع كله من إحساس بعدم الأمان. بس في نقطة مهمة لازم نفهمها: ده مش تصرف شرير، ده تصرف واحد مرعوب من فكرة إن يفقد قيمته ومعناه. وهنرجع للفكرة دي بشكل أوضح في الفيلم الرابع. هوية وودي كلها مبنية على انه اللعبة المفضلة لأندي. فقدان المكانة دي بالنسبة له كان زي انه بيفقد نفسه، والاحساس ده، الخوف من انك تتنسي، احساس اي حد يقدر يفهمه. انت تبقى مجرد لعبة. فأثناء رحلتهم هما بيحاولوا يرجعوا لبيت أندي، وودي وباز يطير بيوصلوا لبيت سيد، وهناك باز يطير بيتعرض لصدمة قاسية لما يشوف إعلان في التلفزيون بيعلن عن اللعب بتاعت باز يطير. باز أخيرا بيفهم الحقيقة، هو مش حارس فضاء حقيقي، هو مجرد لعبة. ومن شدة رفضه للحقيقة يحاول يطير من على سور السلم، بس بيقع ويكسر دراعه. اللحظة دي بتدمر هويته تماما وبيسيبه مكسور نفسيا وتايه. وبعد كده باز بيبقى ساكت بعيد وكمان مش متفاعل، تايه بين الإنكار والصدمة. وهنا بقى نظرة وودي بتتغير، ما بقاش شايف باز كمنافس لكن كحد ضاع منه هدفه. ولما سيد بيحبس وودي في صندوق ويربط باز بالصاروخ، الموقف بيبقى خطير جدا. وودي وقتها بيقول لباز يطير بكل صراحة انه كان صح من الاول، وان باز يطير فعلا اكتر لعبة مفضلة عند اندي، وان باز اكتر لعبة اندي لعب بيها في حياته. وودي ما قالش الكلام ده علشان خاطر يضحك عليه ولا علشان خاطر يطلع نفسه احسن، قاله لانه مؤمن بده فعلا. وبعدها وودي بيطلب من باز يطير يهرب وينقذ نفسه ويسيبه هو. في اللحظة دي وودي ما كانش عنده اي مصلحة، مش بيحاول يهرب ولا بيحاول يصلح صورته ولا كمان يرجع مكانته، هو بس قابل نتيجة غلطته وبيحط امان باز قبل اي حاجة. الكلام ده يأثر في باز واخيرا يتفاعل وينقذ وودي من الصندوق، ويفكروا ان في طفل يسمى اندي محتاجهم هما الاتنين. فلأول مرة وودي وباز بيبقوا مع بعض فعلا، مش بيتنافسوا لكن هما الاتنين شركاء فاهمين هدفهم المشترك. لكن الوحدة دي بتتبخر بسرعة. سيد بيصحى وبيطلع باز بره علشان خاطر يولع الصاروخ. وودي بعد ما باز انقذه ما بيترددش لحظة،
بيلجأ للعبة الغريبة اللي في أوضة سيد، اللعبة اللي كان بيخاف منها قبل كده، وبيطلب المساعدة بتاعتهم. فسوا بيحطوا خطة إنقاذ وبيشتغلوا ضد الوقت علشان خاطر يلحقوا ينقذوا باز قبل ما الفتيل يولع. وبعد ما يهربوا بالعافية من بيت سيد، وودي وباز بيجروا علشان خاطر يلحقوا عربية نقل أندي. الخطر بيعلى تاني، كلب سيد بيبدأ يجري وراهم، باز بيلحق يدخل العربية لكن وودي بيتساب متعلق. الكلب بيمسك وودي في بقه، وودي بيفتكر إن دي نهايته. في لحظة هادية ومؤثرة وودي بيقول لباز خلي بالك من أندي بدالي. فدي لحظة صافية من غير أنانية، تضحية حقيقية فعلا. وودي متقبل إنه ممكن ما يرجعش، بس رد فعل باز كان فوري. فمن غير تفكير بيرمي نفسه على الكلب ويصرخ لا، ويفلت من العربية علشان خاطر ينقذ وودي من غير أي تردد. فالوفاء اللي وودي أظهره لباز، باز بيرجعه كامل. وودي بيقدر يطلع على عربية النقل، واللعبة التانية تشوفه وهو ماسك عربية RC وتفتكروا إن بيرمي باز من العربية. فمن وجهة نظرهم المشهد بان كأن وودي رجع لطريقته القديمة، فبيفترضوا الأسوأ ويقوموا زقينه من العربية. بس بعد ثواني الحقيقة بتبان، وودي كان سايق عربية RC وشايل باز معاه وبيعمل مستحيل علشان خاطر يرجعه لأندي. اللعب بتفهم غلطتها وتحاول تساعد، بس بطارية RC بتخلص قبل ما يلحقوا العربية بلحظة. فلحظة قصيرة كل حاجة فيها باينة إنها ضاعت. ده ايه العبط يا ده؟ عبيط ده انت عندك مخ. وودي وقتها بيولع الصاروخ اللي لسه مربوط في باز، وباز هنا بيطير. مش بس يرجع للعربية، ده بيطير قدام عين أندي نفسه، وهما بيقعوا جوه الصندوق جنبه. أندي بيتفاجأ إن اللعبتين المفضلتين بتوعه كانوا معاه طول الوقت. في نهاية توي ستوري وودي ما بياخدش الغفران علشان خاطر صلح الغلطة، لأنه أصلا ما ينفعش تتصلح. هو بياخده لأنه تحمل المسؤولية، رجع لباز إحساسه بقيمته، وأثبت بالفعل مش بالكلام إنه اتغير وبقى أبعد من الغيرة والخوف. اللعبة التانية ترجع تثق فيه، مش عشان خاطر قال الكلام الصح، لكن علشان خاطر شافه ومستعد يعمل إيه علشان خاطر غيره. توي ستوري بيقدم وودي كشخص بدأ بعدم أمان وانتهى بتواضع. غلط في الأول بس اتحسن لما اعترف بغلطة، اختار الرحمة، وقف جنب صاحبه وقت ما كان مهم فعلا. ندخل بعد كده على توي ستوري 2. وودي راجع لشخصيته المعروفة جنب باز يطير، متقبل تماما انه لعبة، بس الفيلم ده بيختبره بطريقة مختلفة خالص. وده لما قال بيسرقه بسبب لخبطة في الروبابيكيا. وودي بيكتشف جزء ضايع من الهواية بتاعته، بيطلع انه كان زمان نجم برنامج تلفزيوني شهير جدا في الخمسينات، ومعاه كمان فريق كامل زي جيسي والحصان وستينكي. جيسي والحصان بيحبوه جدا، والسبب بقى اللي بيخلي آل يسرقه ان في متحف في اليابان عاوز المجموعة كلها على بعضها عشان خاطر يحتفظوا بيها مقابل مبلغ ضخم. وهناك بقى مش هيتساب، ولا في مثلا طفل يكبر عليه، ولا حتى كمان يتنسي. والأول مرة وودي بيشوف مستقبل من غير أندي، مستقبل لسه فيه مهم. فالسؤال هنا، هل كان غلط إن وودي فكر يفضل؟ فالإجابة هنا لأ. الموقف ده إنساني جدا، وودي واقف بين الوفاء وقيمته لنفسه. قصة جيسي عن صاحبتها سابتها تهزه من جوه، وودي بيفهم إن أندي هيكبر في يوم من الأيام فعلا برضه. مجرد التفكير مش غلط، ده تفكير ناضج وصادق كمان، بس اللي بيحدد وودي بجد هو اللي عمله بعد كده. فبعد ما يفكر وودي بيختار أندي، مش علشان خاطر اختار الأسد، لكن لأنه بيفهم إن الهدف الحقيقي مش في الخلود ولا الشهرة ولا إنك تتحط ورا إزاز. الهدف الحقيقي هو الحب. وودي هنا مش بيسيب الفريق ده وراه، بيصر كمان ان هم يجوا معاه وينقذ جيسي وكمان الحصان في الطريق. هو بيعمل الصح ليهم مش لنفسه بس، القرار ده كان صح. وودي يوقف ستينكي اللي مستعد يؤذي اي حد علشان خاطر يحقق مصيره في المتحف. تصرفات وودي هنا حماية اخلاقية ونابعة من حرصه على اصحابه. في الفيلم ده وودي في اعلى لحظات نبله اتعرض للاغراء، بس اختار يكون اناني لاجل غيره. ده شالني، اندي بجد شالني. أما بالنسبة لتوي ستوري 3، هو أكتر فصل معقد عاطفيا في رحلة وودي. فأندي هنا كبر، واللعب كلها كانت خايفة فعلا إن هي تتركن على رف وتتنسي. التغيير جاي، وودي هو الوحيد اللي بيحاول يمسك الدنيا. وودي شايف إن الصح هو يفضل وفي لأندي حتى لو هيتخزنوا سنين. اللعبة التانية مش موافقة، فخوفهم من التخلي عنهم بيخليهم يروحوا في النهاية للمركز المشمس. وودي مصر ان هما بيغلطوا وهما فعلا صح، بس هنا في نقطة مهمة جدا، هو كمان ما بيسمعش وجهة نظرهم، رافض يفهمهم، ساعد على كسر المجموعة. نيته هنا كانت كويسة بس قيادته اتصلبت شوية، يعني القرار مغشوش شوية. الهدف صح لكن طريقة الكلام غلط. وودي ما كانش عاوز يروح المركز المشمس، بس فشل ان يوصل ليهم وجهة نظره.
وثقة اللعب في الجنة بتاعت لوتسون المزيفة سببت لهم صدمات. الجزء ده بيورينا نقطة ضعف أخلاقية في وودي. هو افترض إنه يعرف الصح وقلل من خطورة الموقف، مش شرير بس ده كان غلطة. بس لما وودي عرف الحقيقة عن لوتسو بقى القائد اللي دايما عرفنا إنه يقدر يكونه. هو خاطر بحياته، خطط لهروب جريء، ووقف جنب أصحابه في مشهد المحرقة. حتى لما الموت كان باين أكيد، وودي كان مليان شجاعة ومسؤولية وكمان حب وتضحية، واللي عمله في الآخر صح من غير أي نقاش. وبعد كده القرار النهائي بيسمح لأندي يديهم لطفل تاني، وده واحد من أكتر أفعال وودي نوتجان. وودي ما منعش أندي من إنه ياخده للجامعة مش لأنه مش بيحبه، ده لأنه عارف إن أندي محتاج يكبر ويكمل حياته. اختار بيت آمن ومليان حب لأصحابه وطفل يلعب معاهم وطريقة يحترم نمو أندي. دي أكتر لحظة نضج عند وودي. هو غلط الأول بس في الآخر اتعلم، اتصرف صح واختار الرحمة. عندك ميعاد مع العدالة يا ابو عنعورة. انسى مش هينفع. اما بقى بالنسبه لتوي ستوري 4، اكتر فيلم فيه جدل عن اخلاق وودي. هنا بقى الصراعات بتاعته اتغيرت، مش بس ايه واجبي، هو انا بقيت مين. وودي مش لعبه مفضله لبوني، بقت يعتبر قليل جدا لما يتلعب بيها. اغلب الوقت قاعد في الدولاب مش عارف يسيب الدور اللي كان ليه مع اندي. لما فوركي ظهر، اللعبه اللي بوني فعلا مهتمه بيها، وودي حط نفسه في هدف جديد. هل كان صح يلاحق فوركي؟ ايوه، وفي نفس الوقت لا. الصح اتصرف من رحمه صافيه، عاوز فوركي يفهم هدفه علشان بوني تحس بالأمان والدعم. الغلطة في سعيه ده، فرض نفسه كقائد بطولي من غير ما حد يطلب منه. القرار ده مغشوش شوية بس مفهوم. وسط كل ده وودي رجع يتواصل مع بوبي اللي يعتبر بنت حياة جديدة لنفسها بعيدة عن ملكية الأطفال، فدي حياة باختيارها هي مش محددة ليها. وودي اتصدم، فهم إنه ممكن ما يبقاش ليه مكان في عالم بوني بس يقدر يساعد اللاعب الضيعة. القرار ده مش عن الصح والغلط، ده عن الهوية. هل غلط إن وودي يختار حياة مش مرتبطة بطفل؟ هل غلط إن هو يمشي ويسيب بوني؟ ممكن أقول لك لا، وفي نفس الوقت ممكن أيوة. فده بيعتمد على نظرتك لاخلاق اللعب. الاهم القرار النهائي لوودي، مش اناني، مش ماشي ورا المتعه او الاهتمام، ماشي عشان خاطر يساعد غيره، يشترك مع ابوه صديقته القديمه اللي كانت ضايعه، ويعيش حياه يعمل فيها هدفه بنفسه بدل ما يستنى طفل يمنحه. فدي اكتر لحظه مثيره للجدل في كل سلسله توي ستوري. في ناس شايفينها تخلى عن الاخرين، وفي ناس شايفينها نمو وحريه ونوع جديد من الخير. لكن المهم هنا وودي اختار ده بعد ما اتاكد ان كل اللعب خلاص بقت في امان، ومهتمين كمان بشخصيه فوركي. اتاكد ان بوني مش محتاجاه، واتاكد ان اصحابه فاهمين ليه اختار كده. هو اختار هدف هو اللي بيحدده لنفسه. القرار ده مش سهل تحطه في خانه صح او غلط، بس هو انساني جدا وعلشان كده بيشتغل. بشكل عام وودي شخصية أخلاقيا غامضة لكن صادق عاطفيا، مش كامل لكنه فعلا واقعي. فعلى مدار الأربع أفلام وودي بيغلط من الأنانية، بياخد قرارات عاطفية، بيعمل افتراضات غلط، بيضحي كمان لغيره، وبيعمل كمان بعض من أرقى وأكتر القرارات رحمة في تاريخ أفلام الكرتون. فوودي مش صح بطبيعته، مش كامل لكن دايما بيحاول، وده أقوى حاجة فيه. كل قرار غلط أخده كان من الخوف، خوف من الاستبدال، النسيان، التخلي عنه، أو إنه يبقى بلا قيمة. كل قرار صح أخده كان من الحب، حب أندي، حب أصحابه، حب اللعب اللي بيأثر فيها في الطريق. انا الصديق. فودي شخصية بتتعلم، وعلشان كده بنتواصل معاها. بيورينا ان الغيرة ممكن تتحل، والخوف مش لازم يسيطر علينا، والقيادة معناها الاعتراف بالغلطة، والنمو يعني انك تسيب. واحيانا ابسط شجاعة ممكن تعملها هي انك تختار طريقك بنفسك. فلو في حاجة فعلا وودي علمها لنا في يوم من الأيام فهي أنت مهم لأنك بتدي حب مش عشان خاطر حد اختارك. بس قبل ده لازم تتعلم تحب نفسك، ولو بتحاول تعمل ده يبقى أنت فعلا عملت. وودي قضى سنين مفكر إن قيمته جاية من إنه لعبة أندي المفضلة، بعد كده من إنه لعبة بوني، وفي الآخر من إنه يكون بطل حد تاني. لكن في نهاية رحلته تعلم الحياة. فالهدف مفيش حد بيديهولك، انت اللي بتعمله بنفسك، من خلال الناس اللي بتساعدهم، من خلال الحياة اللي بتأثر فيها، ومن خلال القرارات اللي بتاخدها حتى لو صعبة. قصة وودي بتفكرنا التغيير مش حاجة نخاف منها، انك تتبدل مش معناه انك بلا قيمة، انك تتنسي مش معناه انك ما كنتش مهم. كل فصل في حياتك ليه معنى، وكل نهاية بتؤدي لبداية جديدة، ودايما في مكان ليك حتى لو مش في المكان اللي انت متوقعه. رحلة وودي بتورينا ان الحب مش دور مفروض عليك، دي حاجة بتديها، بتختارها، وبتاخدها معاك في اي مكان. سواء كنت بتكبر، بتتحرك لقدام، او بس بتحاول تفهم نفسك، اعرف حاجة واحدة زي وودي، قصتك مش عن الكمال، قصتك عن انك تكون موجود لغيرك، تتعلم من غلطاتك، وتلاقي طريقك بنفسك، ودي في الاخر اكتر حاجة تخليك مميز. فبس كده وصلنا النهاية، وكالعادة طبعا هستناك في الكومنتات، هل تتفق معايا في الكلام اللي انا قلته ولا في حاجة ممكن تختلف فيها؟
فلو انت بقى اول مره على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. ماشي، مين اللي رجله على وشي؟ دي رجلي، هاتها. أنقذت حياتنا.